فجر زعيم التيار الصدري مقتدى صدر قنبلة سياسية جديدة عندما أعلن أنه لن يشارك في عملية انتخابية عرجاء ما دام الفساد موجودا وما دام الهم الأكبر فيها للمصالح الطائفية والعرقية والحزبية. ولم يوضح صدر ما إذا كان يقصد من عدم المشاركة أنها عدم الائتلاف مع من وصفهم بالفاسدين والتبعيين في الانتخابات، أو أنه لن يشارك في الانتخابات من أصلها. وتضمن تعليق الصدر عبارة قابلة للتأويل عندما قال إن العراق يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الدولة العميقة وزج البلد وشعبه في محارق. وفيما يلي النص الحرفي لما قاله الصدر ردا على سؤال لأحد أتباعه: إنه ليكن في علم الجميع ما دام الفساد موجودا فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح الطائفية والعرقية والحزبية البعيدة كل البعد عن معاناة الشعب العراقي وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيس هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون. وأضاف الصدر في بيانه بالقول: إني ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبي الصدريين، ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم أجمع عن التصويت والترشيح، ففيه إعانة على الإثم، وسنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق. فأي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والتبعيين؟ فالعراق يعيش أنفاسه الأخيرة بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله. اللهم فافصل بينهم وأنت خير الفاصلين. يفجر زعيم التيار الصدري قنبلة سياسية جديدة عندما أعلن أنه لن يشارك في عملية انتخابية عرجاء ما دام الفساد موجودا وما دام الهم الأكبر فيها للمصالح الطائفية والعرقية والحزبية. ولم يوضح الصدر ما إذا كان يقصد من عدم المشاركة أنها عدم الائتلاف مع من وصفهم بالفاسدين والتبعيين في الانتخابات، أو أنه لن يشارك في الانتخابات من أصلها. وتضمن تعليق الصدر عبارة قابلة للتأويل عندما قال إن العراق يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الدولة العميقة وزج البلد وشعبه في محارق.